هذه صفاء وكيلة نيابة عامة كبيرة، دارك مستحيل باش تبعد على الماضي ديالها والماضي ديال العائلة ديالها. باها معروف دومينغو هو زعيم أكبر مافيا إيطالية. هي اختارت طريق القانون وولات وكيلة نيابة عامة، كتجرم ورا المجرمين وكتدافع على العدالة. ولكن نهار اللي غيدخل باه في واحد القضيه اللي كبيره، هي غتقلب من الفوق لتحت. وخوها رالف حتى هو غادي يدخل الحبس. الناس كاملين كيشوفوا فيها واش غادي تبقى وفيه للقانون ولا غادي تحميه الدم ديال العائله ديالها. البوليس كيضغطوا عليها باش تعاون ومطيح العصابه كامله، ولكن الرجال ديال باه كيقولوا لها الدم عمره ما يخون، والمافيا هي العائله ديالك الحقيقيه. كل ما حفرات مزيان في القضيه كل ما لقات راسها وسط شبكه ديال الفساد. حتى القانون اللي كانت كتحلم تخدم فيه طلع ماشي نقي. دابا عندها جوج اختيارات، يا اما تخلى على العائله ديالها وباها وتبقى في طريق العداله، يا اما تقبل الواقع ديالها وتولي هي الزعيمه الجديده ديال العائله. الوقت كيجري بالزربه والقرار ضروري خاصو يتخذ، ولكن واش بصح عندها حريه اختيار ولا القدر ديالها كان مرسوم من الاول؟ واش صفاء غادي تنسى الماضي وتركز على الحاضر، وشنو غادي تختار ما بين الدم والعداله؟ فهاد الشيء اللي غنشوفوا في هاد السلسله اللي غنبداو نحطوا في القناه، اللي نتمنى الدراري تعجبكم. فإلا عجبكم بلا تنساوش ديروا واحد الاشتراك باش يبقى يوصلكم جميع الحلقات اللي غادي نحطوهم لهاد السلسله هذه. ومازال كاينين سلسلات اخرين اللي ان شاء الله ملي غنساليو هذه غنبداو نحطوهم حتى هما، ونتمناو يعجبكم البلان وتهلاو ليا في ريوسكم.